بناء على طلب ال 80 واحد اللي عندي، جاي النهارده ارشح لكم اكتر 10 افلام رعب انا بحبهم، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا الحلقه. اول فيلم معانا واللي في المركز العاشر فيلم سمايل. الفيلم ده قبل ما ينزل حرفيا عمل احلى ماركتنج ممكن اكون شفته في حياتي. كان بيجيب ناس في ماتشات تضحك الضحكه الغريبه بتاعه الفيلم، وكان بيجيب ناس في نص الشارع تقف وتضحك الضحكه الغريبه دي. بصراحه لا، الماركتنج بتاعهم والشخص اللي كان ماسك الماركتنج دماغه عاليه قوي. وبعد ما دخلته سينما الناس كلها في السينما لقيتهم مبسوطين قوي بالفيلم ده، وتقييمي ليه هو 7 من 10. وبعد كده في المركز التاسع معانا سلسله افلام انسيديوس. بمنتهى البساطه لو ليك في الاسقاط النجمي والسحر والكلام ده كله فده يعتبر انسب فيلم ليك، وتقييمي للسلسله دي هو 7 من 10. وبعد كده في المركز الثامن فيلم ترين تو بوسان، والفيلم ده كوري وبصراحه جامد جدا. انا بالمناسبه مش من اكتر الناس اللي بتحب الافلام الكوريه، بس الفيلم ده لما اتفرجت عليه لا بصراحه غير وجهه نظري تماما للسينما الكوريه. وبيتكلم عن ان في فيروس بينتشر وبيخلي كل الناس عندها مرض خطير وبيخليهم ياكلوا في بعض، او بمعنى تاني بيخليهم زومبيز يعني. والمميز في الفيلم ده هو البناء بتاع الشخصيات، والقصه نفسها بتخلينا خايفين على كل شخصيه ولينا ترابط معاهم. وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. وبعد كده نروح على المركز السابع ومعانا فيلم بيرد ووكس، وده فيلم بيتكلم عن نهايه العالم وان في وحوش بتيجي على كوكب الارض، والوحوش دي مش بتبقى مرئيه او سمعيه، ولكن بمجرد ان انت تكون مفتح عينيك الوحوش دي بتيجي وبتقتلك. السلسله دي مكونه من جزئين، والجزئين ارشحهم جدا، بس الجزء الاول افضل بكتير من الجزء الثاني. وسمعت اخبار كده ان الجزء الثالث ابتدوا تصوير فيه، وتقييمي ليها هو 7.5 من 10. وبعد كده في المركز السادس سلسله افلام ذا كوايت بليس، وبيحكي عن نهايه العالم برضو ان في وحوش بتيجي وبتقتل الناس. هو شبه الفيلم اللي فات شويه، بس الفرق بينه وبين الفيلم اللي فات هو ان ده لو انت اتكلمت الوحوش بتيجي وبتقتلك. بصراحه الفيلم ده جامد قوي وبيخليك انت فعليا وانت قاعد في اوضتك اول ما تسمع صوت تتخض. وبنشوف احداث كتير جوه الفيلم ده، منها ان ست حامل بتولد المفروض ان هي ما تصرخش وهي بتولد، وحاجات كتيره قوي من النوعيه دي. السلسله دي مكونه من فيلمين، وفي فيلم هينزل الشهر ده. تقييمي ليها هو 8 من 10. ونخش بقى على التوب 5. وبالنسبه لي اللي ياخد المركز الخامس، مع اني عارف ان ناس كتير مش هتوافقني على الراي ده، بس اللي ياخد المركز الخامس هو فيلم توك تو مي. عارف ان في افلام كتير من اللي فاتوا فنيا يعتبروا افضل منه بكتير، وبالمناسبه الفيلم ده مجموعه من اليوتيوبرز هم اللي عاملينه، بس اللي خلاني احطه توب 5 هو الفكره بتاعته. حرفيا فكره مميزه وجديده وحلوه جدا. وفكرته هي ان ايد متحنطه لساحر قديم، لو كلمتها وقلت لها كلميني بتخليك تكلم ارواح ميته ممكن يدخلوا جواك ويخلوك تعمل اللي هم عايزينه. وتقييمي للفيلم ده هو 8 من 10. وبعد كده في المركز الرابع سلسله افلام كونجيورينج، وطبعا دي اكتر سلسله افلام معروفه من افلام الرعب كلها، بتحكي عن اخراج الشياطين وحاجات بالطريقه دي. تقييمي ليها هو 8 من 10، ومتكونه من 3 اجزاء. بعد كده بقى نخش على التوب 3 وافضل 3 افلام في افلام الرعب بالنسبه لي. المركز الثالث بالنسبه لي هي سلسله سو. بس عامه لو بتعرف شويه من المشاهد الدمويه والحاجات دي كلها اوعى تتفرج عليه. المشاهد الدمويه فيه عنيفه جدا، ويعتبر اكتر فيلم انا شفت في حياتي فيه دم ومشاهد دمويه مقززه بالطريقه دي. حرفيا كل سبل التعذيب اللي ممكن تيجي في دماغك واللي مش ممكن تيجي في دماغك موجوده في الفيلم ده، وبتتكون من 10 افلام، وتقييمي ليها هو 8 من 10. نخش بقى بعد كده على فيلمين تقال قوي، وفي المركز الثاني فيلم جيت اوت. وللاسف مش هينفع اقول لكم القصه بتاعته علشان لو قلت القصه هتتحرق عليك، بس هو ببساطه كده واحد بيحب واحده والواحده دي بتعزمه عند اهلها، فبيحصل حاجه ما كانش في حد متخيلها. وتقييمي للفيلم ده هو 8.5 من 10. نيجي بقى بعد كده عند افضل فيلم رعب بالنسبه لي، وهو الفيلم اللي قصته تحفه وتمثيله تحفه وكل حاجه فيه حرفيا فنيا تحفه، وهو فيلم ذا شاينينج. وبالمناسبة الفيلم ده يعتبر ليه زي جزء تاني كده اسمه دكتور سليب، بس خلينا دلوقتي في فيلم ذا شاينينج. وبيحكي عن كاتب راح يأجر أوضة من فندق، والفندق ده مسكون. وتقييمي لفيلم ذا شاينينج هو 9 من 10. أنا كده خلصت الفيديو. يا ريت لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل جديد بنزله. أشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جاية، وسلام.